السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا بيوم جديد وحكاية جديدة من حكاية فدوى. وقبل ما نبداو ما ننساو الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس أمرا المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. قصتنا ديال اليوم كتكلم على واحد البنت اللي سميتها صوفيا. حكايتها مع الدعارة الراقية وفين وصلتها. وطريق الحرام دائما ما كتكون الاخره ديالو شي مصيبه. المهم قصتنا ديال اليوم كتاخذنا لمدينه الدار البيضاء بالمغرب. تما كاينه واحد العائله اللي كتكون من الاب والام والابنه فقط. ربي يرزقهم غير بنيه وحده، وديك البنت حطوا عليها كاع الامل ديالهم وكاع الاحلام ديالهم. ديك العائله احنا ما غاديش نقولوا ميسورات الحال، وانما عائله لاباس عليهم ما خاصهم التخير. الاب رجل مقاول والام مديره في احدى الشركات الكبرى هنا في الدار البيضاء. المهم هاد البنت قراوها مزيان وتهلاو فيها ورعاوها مزيان كما كنقولوا بنت الفشوش، وزايدوا فمها معلقه من الذهب. هاد صوفيا زياده 1992، واحد البنت اللي ما كان خاصها والو. قرات في احسن المدارس وكان عندها مزيان مع اللغه الفرنسيه والانجليزيه. وفاش خدات الباك ديالها سنه 2000 دخلت احدى المدارس العليا اللي هنا بالدار البيضاء، ومن تما كينا تخرجت. فاش تخرجت هاد البنت ما كان عندها حتى مشكل، يعني ما عندها حتى مشكل انها تلقى شي خدمه، والخدمه اللي كتحلم بها ممكن تدخل ليها. يكفي ان الواسطات ديال باها ولا ما كانوا الواسطات ديال باها يكون الواسطات ديال امها، ولا ما كانوا حتى الواسطات ديال امها البنت جايباها على دراعها. قاريه قرايه ديال بصح، بنت متعلمه ومثقفه، وعندها كما قلنا اللغات الفرنسيه والانجليزيه عندها بحال الماء، وعاد باش لغات ثانويين وحدين اخرين. المهم هاد البنت اللي سميتها صوفيا كانت واحد البنت اللي زوينه ومقبوله وكانت عليها العين. واول ما تخرجت وخدات الماستر ديالها كانت دريه في العمر ديالها مازال باقا صغيره، يعني ديك 24 سنه تقريبا او 25 سنه. المهم فاش خدمت في الطيران الخاص المغربي. هاد الطيران الخاص ماشي هو المطار العادي اللي كيسافروا فيه المسافرين، وانما خدامه في الطيران اللي كيكون ديال رجال الاعمال. اي واحد باغي ينتقل من مدينه لمدينه او من بلاد لبلاد كياخد واحد الطياره خاصه، الا ما كانش طبيعه الحال ديالو كياخد طياره خاصه بالمضيفين ديالها وبالطاقم ديالها وبكل شيء ليها. وكانت صوفيا متعينه في هذا الطيران الخاص. كانت لها واحد المكانه لان واحد البنت اللي زوينه ومن عائله لاباس عليهم وعائله مرموقه والدريه قاريه مزيان. المهم كملات حياتها هكذا وخدمات بضع اشهر، الى ان واحد النهار خدمت في واحد الرحله. ديك الرحله كان غادي فيها واحد الرجل اللي سعودي، واحد المليونير سعودي، وكانت معاه واحد السيده اللي مغربيه اللي سميتها كنزه. ديك السيده مازالت في العشرينات، حتى هي صغيره وزوينه، كتقول للناس بلي انها هي سيده اعمال ومديره اعماله، ولكن هي في الحقيقه انها المرافقه ديالو. بمعنى ان هذا رجل الاعمال يعني عنده واحد النزوات وعنده واحد الرغبات وعنده واحد الشهوات، وهاد السيده اللي سميتها كنزه او هاد البنت اللي كنزه هي اللي كتلبي ليه دوك الشهوات ديالو والرغبات ديالو. اي بنت عجباتو ما غاديش يمشي عندها هو يقول لها عطيني الرقم ديال التليفون ديالك. هو واحد النيفو اخر، واحد المستوى اخر. كما قلنا واحد السيد اللي مليونير كيتحرك غير في الطيارات الخاصين، الطياره عنده بحال الطاكسي. عنده هاد السيده اللي مرافقه ديالو فيما كتبان لها شي بنت زوينه وقاريه وعلى بال ومثقفه، يعني شي هوته كتمشي كتصيدها ليه. هاد السيده كنزه ما كتدبرش ليه على اي بنت، يعني غير زوينه وصافي، الا من غير الجمال خاص يكون واحد الشروط وحدين اخرين. كما قلت لكم تكون واحد البنت اللي راقيه وذات مستوى عالي من التعليم وتكون من عائله ميسوره. هاد الناس ما عندهم ما يديروا بوحده فقيره اللي من نهار تقول لي باغا ومحتاجه وخاصني وما عندناش، الا هو ما باغيش يسمع هاد الهضره. واحد السيد اللي ما كيعرفش شنو هو الفقر اصلا، وشي وحده اللي بغات تدخل لحياته خاصها تكون حتى هي ذات مستوى عالي. المهم داك النهار صوفيا خدامه في هاد الرحله ديال هاد الرجل المليونير السعودي، ومعاه المرافقه ديالو اللي هي كنزه. كنزه كيف شات صوفيا وتقول هدا هذه الوجيبه اللي بغيت، مشات تعرفت عليها وهضرت معاها وتبادلوا الهواتف ديالهم. المهم هاد كنزه عرضت على صوفيا، قالت لها شوفي الوقيته اللي تبغي تجي للسعوديه او تبغي تجي لجنيف، داك السيد عنده واحد دار او شقه في جنيف. قالت لها مرحبا بك عندنا. المهم بقات هي وياها على تواصل، دازت المده
صوفيا وهي تعيط لها كنزه، قالت لها مرحبا بك عندنا في جنيف، جي دوزي عندنا العطله ديالك. صوفيا قالت لها واخا ما كاين حتى مشكل. المهم جمعت حويجاتها وشدت الطياره ومشات عند كنزه. طبيعه الحال كنزه او السيد اللي معاها مخلصين كلشي لصوفيا. مشات عندهم تما كينا، دوزات معاهم واحد العطله. هاد كنزه خدات تصاور ديال صوفيا بطبيعه الحال بالاذن ديال صوفيا، تصاور شويه اللي كيبان فيهم الجسم ديال صوفيا مزيان. قالت لها شوفي غادا ناخذ التصاور ديالك ونخليهم عندي، انا كنتعامل غير مع الناس شكون وشكون، غير دي ملياردير. المهم الا شفت لك شي واحد على بال واش تجي ولا لا. قالت لها اييه نجي. ويلي صوفيا ما محتاجاش وما ناقصها حتى خير، والدنيا كامله دايراها، ووالديها ناس مثقفين وناس لاباس عليهم، ما خاصها حتى خير. ولكن لا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. قالت لها واخا مرحبا، الا بانت لك شي وجيبه انا معاك. داز واحد الايامات كنزويه تعيط لصوفيا، قالت لها هزي حوايجك وجي عندي. قالت لها راه كاين واحد الملياردير كويتي وباغي شي بنت اللي تكون صغيره وزوينه ومثقفه وقاريه بحالك، وتكون حتى لبقه وكتعامل مزيان وكتعرف حتى البروتوكول. قالت لها واش تجي ولا لا. قالت لها مرحبا. قالت لها ولكن بغيت غير نسولك واش انت مازلتي بنت ولا مراه، يعني واش عذراء ولا لا. قالت لها صوفيا طبيعه الحال انا مازلت عذراء. كنزه تفرح وتقول صوفيا صافي هذا هو المطلوب جي. المهم هاد كنزه اتفقت مع واحد الملياردير كويتي وعطاتو التصاور ديال صوفيا. هاد الملياردير الكويتي فاش شاف التصويره ديال صوفيا وتسطى وحماق عليها، قال لها امتى غتجيبيها. قالت لي في هاد الايامات غادا تجي. المهم مشات صوفيا عند كنزه ولقاتها بداك الكويتي. اتفقوا على اساس انها غدوز معاه شي ايامات، واتفقوا على واحد المبلغ ديال 400 مليون، يعطيها 400 مليون طبيعه الحال بمقابل اللي هو قوي انه ياخذ لها الشرف ديالها. صوفيا وافقات. وكنزه طبيعه الحال علاش درت مع صوفيا هاد الخدمه، لان دائما اي مبلغ كتتفق مع داك الرجل الاعمال او كتسوى معاه كتاخذ واحد 30% منه و70% كتاخذها البنت اللي هي مثلا صوفيا. وهذا الشيء اللي كان. صوفيا دوزت معاه شي ايامات في واحد القصر، دوزت معاه ايام ديال الاحلام رغم انها هي ما ناقصها كما قلنا حتى خير. فاش كملات صوفيا مع داك الكويتي ديك الايامات، داك الكويتي تعلق بها ولا كيبغيها ديال بصح وبغى يحمق ويتسطى عليها، لدرجه انه زادها واحد المبلغ مهم وشرى ليها واحد الساعه اللي فاخره بزاف. المهم صوفيا فاش كملات مع دوك الايامات شدات دوك الفليسات ودخلاتهم بواحد الطريقه للمغرب. المهم طريقه من الطرق دخلاتهم المغرب. فاش دخلت المغرب وجات لكازابلانكا مشات اول حاجه ما دارت شرات واحد الشقه اللي فاخره بواحد الحي طبيعه الحال راقي، وشرات سياره راقيه. والدريه هنايا بدات الانطلاقه ديالها، بدات كتعارف غير مع البنات اللي بحالها بحالهم اللي غير بورجوازيين، وفيما كتكون عندهم شي عطله ولاو كيمشيو لموناكو. كينزلوا لموناكو تما وكيقلبوا على الهوتات، فيما كيبان لهم تما شي واحد لاباس عليه كيصيدوه. ومشات اليوم جات اليوم على هكذا. صوفيا داك الكويتي عاود عيط لها مره اخرى وعاودها تلاقات به مره اخرى. وداك الكويتي كانت عنده واحد الشقه اللي فاخره بزاف في لانجلتير وعنده في لندن. المهم اتفق معها باش يتلاقاو تما في لندن في الشقه ديالو. مشات عنده وطبيعه الحال البي والمصاريف ديال السفر والاقامه وكل شيء على حساب داك الكويتي. مشات عنده لتماكينه دوزت معاه شي ايامات وعاودات رجعت للمغرب. ولات هذه حياتها صوفيا، ولات هي كتمشي عند داك الكويتي لندن طبيعه الحال وكيعطيها الفلوس. وفاش كتجي المغرب الا ما كانش داك الكويتي كتمشي مع صحاباتها لموناكو كتدبر على راسها تماكينه. والدريه باقا غير في العشرينات ودخلوها فلوس كثيره 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 بزاف. العائله ديالها والاهل ديالها بداو كيلاحظوا هذا الغناء وهذا الثراء الفاحش اللي على صوفيا. كتلبس غير الماركات وكتركب غير في السيارات الفاخرين، وطبيعه الحال كما قلت لكم خدات غير الشقه الفاخره. والسيده فيما كتبغي تدوز الويكاند ديالها كدوزو غير في موناكو او في لندن. الدريه بدات كتعيق بهذا الشيء، بدات كتقول العائله ديالي بداو كيحلوا عينيهم عليا انايا شويه وتقول لهم انا غادي نفتح واحد البوتيك هنايا في الدار البيضاء. داك البوتيك اللي غتجيب لي واحد الملابس اللي فاخره من برا. وهنايا فين بدات كتبرر داك السفر ديالها المتواصل على برا. ولات كتقول لهم انا كنمشي تما كينا وكنتقدى الحويجات طبيعه الحال واحد الماركات اللي راقيين وكتجي وكتحطهم في المحل ديالها وكتبيع وكتشري. قالت لهم من هذا المحل انا درت لاباس. ايوا هاد صوفيا فيما دائما كتمشي لانجلتير داك الكويتي هو اللي مولها مول داك المحل ديالها، كياخذ ليها احسن الملابس الراقيه. وطبيعه الحال صوفيا كتحطهم هنايا في المحل ديالها اللي حاطه فيه شي ناس اللي مقابلينه. وبقات صوفيا هكذا الى ان وصل واحد النهار صوفيا مشات لموناكو. فاش مشات لموناكو تما كينا
وفي واحد السهره من السهرات ديال الليالي الحمراء، وفي واحد الكازينو تما كاينه في موناكو، وهي تلاقى بواحد الروسي. داك الروسي قال داك الكويتي ما كتعرفش في الغنى، ماشي مليونير وانما ملياردير او شي حاجه اللي اكثر من هكذا. داك الروسي عنده واحد الاسهم في شركات عالميه، ومنهم شركات النفط الروسيه. واحد الراجل اللي لاباس عليه بزاف بزاف. المهم صوفيا تقربت منه، تعرفت عليه ودارت معاه علاقه طبيعه الحال اللي محرمه. ايوا مشات الايام وجات الايام على هكذا. صوفيا جمعت ملايين صحيحه من داك الروسي، لدرجه انها دارت واحد جوج ديال المحلات ديال سبا، واحد هنا في الدار البيضاء والاخر في مراكش. ودوك المحلات اللي كبار وكيجيو لهم غير الناس لاباس عليهم. صوفيا ولاو داخلين فلوس كتير، ولكن الدريه ماشي تردعات او قلت هادشي حرام، ولا انا صافي عندي اللي مكفيني خليني نرجع لحياتي العاديه، الحياه ديال وحده اللي موظفه وخدامه وكتدخل فلوسها بالحلال. لا، صوفيا غدو كتغى، غدو كتمادى في هادشي. وفي نفس الوقت بقات علاقتها مع داك الكويتي، مره تمشي لندن عند داك الكويتي، ومره كتمشي لموناكو كتلاقى بداك الروسي. المهم داك الروسي دوزات معاه واحد الفتره وصافي تفارقات هي وياه ومكمله حياتها هكذا. الا ما كان روسي كاين رواسه وحدين اخرين، الا ما كان داك الكويتي كاين كويتيين وحدين اخرين. المهم مخليه علام تعرفها هاد صوفيا هي وصحابات اللي معاها. داك النهار داك الكويتي عيط لها، قالت وحشتك جي عندي لندن. هزات حويجاتها وجمعت لافاليز ديالها ومشات لندن. هاد صوفيا وهاد الكويتي عندهم واحد الروتين اللي خاص، اللي هو النهار كامل كيضلوا ناعسين، وبالعشيه كيفيقوا كيدوشوا كيلبسوا كيتقادوا كيمشيو كيتعشاو، ومن تما كيمشيو الكازينوات للبارات، كيدوزوا الليله كامله تما كاينه ما بين سكره وما بين شطيح. وفاش كيرجعوا كيكملوا ديك الجلسه ديالهم الحمراء في الشقه ديال هاد الكويتي في لندن حتى كيطلع النهار. وموراها كما قلت لكم نهار كامل هما ناعسين، وهذا هو الروتين ديالهم يوميا. هاد صوفيا وهاد الكويتي في ليله من دوك الليالي مشاو لواحد الكازينو، وبالصدفه وسبحان الله العظيم صوفيا ما تلاقات غير داك الروسي في داك الكازينو. صوفيا سكرانه وداك الكويتي سكران وداك الروسي تا هو سكران. المهم صوفيا مشات تهضر مع داك الروسي، سلمات عليه وسلم عليها وبقاو كيهضروا كيضحكوا. الكويتي غير كيشوف بعينيه وما عجبوش الحال. المهم فاش رجعت عند الكويتي قال لها شكون هذاك؟ قالت لي غير واحد من الزبائن اللي كنت خدمت معاهم في الطيران وصافي. المهم دوزوا داك الليله تما كاينه، من بعد كملوا الليله ديالهم في الشقه. فاش مشات صوفيا وداك الكويتي للشقه ديالهم هما سهرانين، ويجي عندهم واحد الكويتي واحد اخر صديق ديال هاد صاحبها، دوز معاهم واحد شويه ديال الوقت، من بعد استأذن منهم ومشى في حالاته، وكملت صوفيا مع داك الكويتي السهره ديالهم. من بعد داك الكويتي مسكر مزيان ما بالي غير داك الروسي ما بين عينيه، قال لها اجي لهنا داك الروسي اش بينك وبينه؟ قالت انا قلت لك بيناتنا غير خدمه وصافي. دوز معاه واحد الفتره ديال الرحلات وصافي هادشي اللي كاين. قال لي هلا ما تقوليش ليا بلي كانت بيناتكم غير الخدمه وصافي وما بينك وبينه والو. لا 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 لا، الطريقه باش ضحكتي معاه وباش ضحك معاك وباش كان شاد لك في يدك وكان مره يحط يدو عليك، لا لا ماشي ديال واحد كنتي خدمتي معاه. اش بينك وبينه؟ قالت لي قلت لك ما بينه وبينه والو. بقاو كيتعاقروا هكذا كلمه مني كلمه منك، وهما فين كانوا كيتناقشوا في البالكون ديال الشقه ديالو، والشقه اللي عند هاد الكويتي في الطابق العاشر. المهم فاش كانوا كيتناقشوا في البالكون دفعه مني دفعه منك، هو يدفعها. ما دفع صوفيا حتى طاحت من البالكون. فاش طاحت موتها. الكويتي ضرباتو الفيقه من ديك السكره، قال المهم شنو درت؟ يلا كيف غادي يجمع حوايج وغادي يبغي يهرب. الناس طبيعه الحال فاش طاحت صوفيا قدامهم عيطوا للشرطه. الشرطه جات في الحين وكانها كانت تتسنى غير في الدوره ديال الزنقه. جات في البلاصه الشرطه لقاو القبض على الكويتي. الشرطه فاش لقات القبض على هذا الكويتي قال لهم في الاعترافات ديالو، قال لهم انا كنت كنبغيها وكنت كنحماق عليها لواحد الدرجه كبيره. من نهار عرفتها ما بقيت عرفت عليها حتى وحده اخرى، ولكن كان صعيب اني نتزوج بها بحكم اني انا متزوج في الكويت من وحده كويتيه وعندي وليدات معاها وما نقدرش نتزوج عليها بوحده اخرى. صوفيا كانت بغيتها تكون ليا غير انا، ولكن هي كانت كتخونني وانا كنت كنشك رغم اني ما كنت مخليها ناقصها والو، ولكن هي كانت عينيها زايغه. انا ما قصدتش اني نقتلها وانما غير بقينا كنتناقشوا وبقينا كنتعاقروا. وفاش دفعتها طاحت من البالكون وفعلا بقى كيبكي عليها. هاد الكويتي طبيعه الحال تحاكم بالمؤبد، وصوفيا مشات عند الله. ايوا كانت هذه قصتنا ديال اليوم ديال الدعاره، ولكن الدعاره من نوع اخر، من نوع خاص ديال الدعاره الراقيه. صوفيا ما حمداش الله، في الاصل ديالها كانت واحد البنت اللي زوينه ولاباس عليهم وما كان خاصها حتى خير، ولكن اش غتقول البني ادم؟ كما قلنا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. كنتمنى من قصتنا ديال اليوم تكون فيها واحد الموعظه واحد العبره، وتكون واحد الرساله لواحد النوع ديال الشباب اللي طائش،
اللي كيشوف الفلوس كيبان ليه هما الدنيا وما فيها، وباغي يدخل الفلوس باش ما كان، ما كيهموش الحرام وما كيهموش الحلال وما كيهموش اش من طريق غادي يسلك. المهم عنده انه هو غير يدخل الفلوس وصافي. خاص الانسان يعرف انه مهما طال عمره ومهما دار ومهما فين مشى ومهما فين جا، الا وانه غيجي واحد النهار اللي غادي يموت فيه. الانسان يخلي الموت ما بين عينيه، يعيش حياته يعيشها بالحلال ويضحك ويفرح. حنا ما قلناش لا، وحتى ديننا دين يسر وليس بدين عسر، ولكن طريق الحرام راه ما كتودي غير الحرام. والانسان مهما طال عمره كما قلنا الا وانه غيجي واحد النهار اللي غادي يموت فيه. وكانت هذه قصتنا ديال اليوم، كنتمنى من الله ان تنال اعجابكم. وإلا عجباتكم فضلا وليس امرا المرجو دعمنا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام، والسلام ختام.